بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. قبل ما نبدا الفيديو نرحبوا بالمشتركات جدد، نقول لكم اهلا وسهلا، نورتوا القناة، وتحية كبيرة للمتتبعات الوفيات. نزولا عند طلب بعض الاخوات، اليوم راح ندير لكم مغربية الكاوكاو. كاين بعض الاخوات راهم يقولوا لي كي نديروها لوحها طيب في الفرن تهبط لنا. اليوم راح نعطيكم كل الاسرار، تبعوني خطوة بخطوة وراح تنجحوا فيها، وراح تجيكم مغربية تتفتت في اليد قبل الفم. هنا الصورة راهي تعبر وحدها. نروحوا الآن طريقة تحضير ونبداوها بالفرينة. أنا هنا درت 2 كيلو تاع فرينة وديت حمصتهم على نار قليلة حتى داو هذا اللون الذهبي. ردوا بالكم تحرقوها البنات، راهو الطعم تاعها يتبدل وتولي مرة. شوفوا الفرق، كي تدي هذا اللون هنا توقفوا. هنا بعد ما بردت نجي نصيرها. نقطة ثانية هنا لازم تصيروها البنات. راكم تشوفوا في الفرق بين اللي محمصه واللي ماهيش محمصه. نجيو هنا للسمن، انا درت 500 غرام سمن، وحاولوا بالمغرفة تقلبوه شويه جهري او كريمي. هنا عندي كيلة تاع سكر رطب، انا السمن تاعي كان على قيس الخط، لازم نتبع نفس الكيلة. السكر الرطب البنات لازم تغربلوه، ونزيدوله رشه تاع ملح. نحاول نخلط شويه برك بالمغرفة باه كي نولي نضرب فيه ما يطيرليش. من بعد نجي نضربوه مليح. هنا البنات بقاو تخلطوا فيه حتى يتبدل لون الخليط ويولي ابيض. شوفوا اللون تاعو كيفاه ولا البنات. هنا من بعد نزيد له كيلة تاع كاوكاو محمص وملح يبقشورو، ولازم يكون رقيق البنات. صيروه ديروا غير الرقيق هنا، ولا حرش خليوه من بعد ندهنوا به من فوق او نرشوه من فوق. ونزيد نخلط مليح. هنا البنات ما تخلطوش بزاف، قيس ما يختفي الكاوكاو وتوقفوا. ونبدا نضيف الفرينه. هنا ندير 2 كيلو تاع فرينه محمصين، نحطهم دفعه واحده. ونخلط مليح. شوفوا القوام تاعها هنا وجاري، راهي مازال تحتاج للفرينه. نزيد الكيلة الثالثة ونزيد نخلط مليح. حطوها البنات في حاجه واسعه باه تلقاو راحتكم. شوفوا البنات هنا كي حطيت الكيلة الثالثة راهي تبان لي بدات تتفتت، تبان نشفت، وهي بالعكس قعدتوا تعجنوا فيها بكف اليد. اذا لقيتوها مازالت جاريه هنا معناتها راهي تحتاج للفرينه، وها هو السر اللي يخليها تهبط لكم في الفرن، تخليوها شويه جاريه. هنا نزيد 2 مغارف ونشوف، ونزيد نخلط. وكي تتخلط مليح الفرينه هنا شوفوا كيف راهي تتفتت، نزيد نعجنها شويه بكف الايدي. مازال تحتاج للفرينه البنات، القوام تاعها راهو مازال شويه طري. يعني هنا الغريبيه راهي ماشي شرط تدي 3 كيلات بكيله، كل فرينه ونسبه الامتصاص تاعها. كيما انا هنا درت لي 3 كيلات وربع مغارف، قادره تدي لكم 3 كيلات، قادره تدي لكم 3 كيلات وشوي. شوفوا هنا القوام تاعها. هنا نتوقفوا، هنا نلمها نغطيها بالبلاستيك وندخلها للثلاجه مده 10 دقائق ونجبدها. حاولوا تعجنوها غير شوي برك، مش بزاف راهي طريه. هنا القوام تاعها مليح. نجيب البلاستيك ونبدا نطرح، وهنا خليوها شويه خشينه. كيما انا الكميه هذه دارت لي 75 حبه. نجي نطبعها بالهلال، طبع هذا تاع الهلال. شوفوا البنات السمك تاعها قد ما راهو، خليوها شويه خشينه، ما ترقوهاش بزاف. كملوهم كامل بنفس الطريقه. هنا عندي الكاوكاو الحرش كيما راكم تشوفوا هنا، وعندي الماء. ندهن الحبه بالماء شويه تاع ماء وما نكثرش، هاك دهنه خفيفه برك، ونرش عليها الكاوكاو من الفوق.
انتبهوا البنات، هنا لا طيب، دخلوها للفرن على درجة 150 في الأول من تحت. كي تشوفوها بدات تصفر من تحت زيدوا لها، شعلوا لها من فوق تبدي تحميرة خفيفة وطفيو حوالي 10 دقائق تكون طايبة. وما تتليحوش ليها كي طيب البنات، خليوها تبرد مليح وزيدوا دخلوها للثلاجة. كي تبرد مليح باه تجيو تنحيوها تبقى محافظة لكم على شكلها وما تتفتتش. شوفوا القوام تاعها كيفاه جات. سلام.